فاكرين النكتة البايخة اللي ياما سمعناها ولسه بتتقال بتاعت البقال؟ عندك جبنة؟ لا ما عنديش وهو عنده جوه. النهاردة اينشتاين بيقول مش للبقال، بيقول لكل النساء والرجال: ما ينفعش تقول ما عنديش لان هي ما بتنتهيش. ايه هي؟ اهلا بيكم في كلام وسيم، ويا رب تكونوا بخير وسلام. وهنكمل الكلام عن لغات الحب، وهنبدأ باللغة الأولى وهي لغة الكلمات. يمكن الكلام يبان ان هو اسهل حاجة وبسيط ومش بيكلفنا، ولكن للأسف عندنا شح وعندنا بخل في ان احنا نعبر عن حبنا بكلامنا. مش عارف ده بقى يعني بننسى بيتقادم مع التقادم، انا مش عارف. افتكر مرة كده كنت برضو بقول كلمة عن لغات الحب، وكان مجموعة من الرجالة، وبراكتس كده بسيط بنعمله ان بنقول لهم طلعوا تليفوناتكم وابعت مسج لعيلتك، لزوجتك، لولادك، عبر فيها عن حبك باي اي كلمه لطيفه رقيقه، عبر فيها عن حبك ليهم. ففي الحقيقه اتذكر الموقف ده كان لطيف جدا، ان هو بعت رساله من كلمتين اترد عليه ب 25 رساله في حوالي 5 دقايق. هو بعت قال: وحشتينا يا مدام. فردت عليه بأول مسج وقالت له: يا سلام يا سلام. تاني مسج: من امتى هذا الكلام؟ بعديها: انا في حقيقة ولا دي احلام؟ هتيجي بدري نستناك ولا ندخل ننام؟ سكت طبعا، هو ما ردش، فردت عليه قالت له: اديك سكت، طب حتى اقول سلام. في الحقيقة هو ده اللي احنا بنفتقده، مسج بسيطة ممكن تفرق كتير مع زوجتك، مع ولادك، اللي هم بيبقوا منتظرينه مننا، منتظرين كلمة، منتظرين كلمة تشجيعية، كلمة حب. وحقيقة الكلام الحلو بيشبع العاطفة وبيملى القلب. وزي ما بيقولوا كده ان الست تحب بودنها، الراجل بيحب بعينيه. فانا مش عارف هو فعلا ما عندوش زي الراجل البقال ولا شايل جوه. انا بقول ان هو عنده، لان الحب طاقة، واينشتاين قال ان الطاقة ما تنتهيش، فما ينفعش تقول ما عنديش. مش بس كلمات العاطفة، افتقدنا برضو كلمات التشجيع، ان حد يديك شحنة تشجيع كده. يعني انا مش عارف ليه بقينا في كلتشر اللي هو حتى مع ولادنا، يعني ولادنا وهم صغيرين يا سلام نبقى فرحانين بيهم واحلى كلام والكيوت الكلام الجميل، لكن مجرد ما يكبر: يا فاشل، يا ضايع، يا صايع. يعني كلمات ما فيهاش اي نوع من انواع التعبير عن الحب، ومش هو ده الحب. كلمات التشجيع حتى لزوجتي مثلا، عملت مره يا سيدي اكله وحشه، خلاص يا سيدي ما فيهاش حاجه، المره دي لازم تسمم بدنها بكلمتين وتقول طب ما هي طول عمرها بتعمل اكل كويس. كنت لسه بتكلم مع حد راحت تعمل امتحان السواقه، وداخله على امتحان السواقه كمان يومين، ويا عيني اعصابها تعبانه وخايفه ونفسها تعمل الامتحان السواقه عشان خاطر تطلع رخصه هنا في البلاد دي اللي ما معهوش عربيه، ما بيعرفش يتحرك. فجوزها واقف جنبها يقول لها: يا ستي هتعمليها ليه؟ ما ديكي راكبه جنبي، انت يعني هتبقى احسن مني، ما انا سقطت مرتين. كلام ما فيهوش تشجيع. كلام التشجيع يقول: شجعتني قوة في نفسي. التشجيع بيدينا قوة. كلمات المديح، ان انا امدح ابني، امدح زوجتي، اقول قدام الناس ايه الجمال ده، ايه النهارده شعرك شكله حلو، النهارده ده فستانك جميل، ايه يا حبيبي الطقم الشيك اللي انت لابسه ده. اوريكم قد ايه ان احنا عندنا شح وبخل في كلمات المديح دي. في جلسات المشورة مثلا، لما يجي واحد ومراته عندهم مثلا مشكلة، فبتبقى حاجة بسيطة كده برضو، براكتس بسيط بنعمله، بنديهم ورقتين، ورقة كبيرة وورقة صغيرة. ورقة كبيرة نقول له: اكتب الحاجات اللي انت شايفها حلوة في مراتك، واكتبي الحاجات اللي انت شايفها حلو في جوزك. وورقة صغيرة نقول: اكتب الحاجات اللي شايفها هي عايز تتحسن فيها، اللي مش كويسة، الحتة الارياز اوف امبروفمنت. عارفين بيعملوا ايه؟ بيبدلوا الورقتين، بيشطب هنا ويشطب هنا ويكتب هنا كلمات الحاجات الوحشه يعملها في الورقه الكبيره، والحاجات الصغيره يعملها في الورقه الصغيره. مش بنعرف نشوف الحاجات الحلوه، للاسف عينينا احيانا بتبص بس على الحاجات الوحشه، فبيطلع الكلام مش حلو.
وهو ده اللي احنا محتاجينه. احنا مش بنقول نجامل بطريقه بايخه او بطريقه يعني اكسسيف كده وطريقه مبالغ فيها. احنا بنقولش كده خالص. احنا بنقول انه نحن نحب لا بالكلام ولا باللسان ولكن بالعمل والحق. انت فعلا، ما هو ما فيش حد ما بيحبش. اكيد ما بتحبش ولادك، يعني اكيد بنحب ولادنا. اكيد ما اتجوزتش مراتي يعني كمبيالات ولا كان مكتوب عليها شيكات، ما اكيد بحبها. لكن راح فين الكلام؟ كلام الشكر حتى برضو كلام راح. حتى ابني لما بيجيب لي كوبايه ميه بطلنا نقول ثانك يو، بطلنا نقول شكرا. كلمات الشكر على اكله حلوه، يا سيدي اتعملت النهارده اكله، ما تقول شكرا. ما تقولي له شكرا على تعبك في شغلك، شكرا ان انت تعبان ورايح جاي ومحارق دمك في شغلك عشان خاطر البيت. حتى الكلمات بتاعت زمان اللي كنا بنشوفها مع جدودنا واجدادنا، كان مثلا الراجل يبقى خارج تدعي له ربنا معاك، ترجع لنا بألف سلامة، ربنا يحرسك. الكلام ده مش عارف ليه بطلناه. يعني هل اتشال من القاموس؟ انا مش عارف. يعني ان هو مثلا يبقى لسه راجع، الحمد لله على سلامتك، نورت، البيت كان ضلمه من غيرك، كل الكلام ده ابتدينا نبطل نقوله. وهو ده الكلام اللي بيشبع قلوبنا وبيشبع عواطفنا. ده كان حاجة من موضوع الكلمات. هندخل تاني على لغة تانية وهي لغة الهدايا. استنونا.